السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سهل واقتصادي. اليوم غادي نشارك معكم عصير الحامض والبرتقال. عصير احسن من رائع، اقتصادي، كيعطي كميه كتيره وكيمكن لكم تحتفظوا به في الكونجيلاتور بلا ما كيطرالو والو. كيبقى المذاق ديالو زوين. غادي نحتاج 3 الحبات كبار ديال البرتقال، 3 الحبات كذلك ديال الحامض، 3 الحبات ديال التفاح وجوج كيسان ديال السكر سنيده. والسكر حسب الذوق. اول حاجه اول مرحله غادي نبدا بها، غادي نحك الحامض كما كتشوفوا، نحك ليه غير القشره الصفراء، ما ندخلش في القشره البيضاء اللي كتعطينا المروره. نفس الشيء بالنسبه للبرتقال، فحتى هو غادي نحكلو القشره الليمونيه ونحاولوا دائما ما ندخلوش للجهه البيضاء. من بعد هنا خديت التفاح ديالي قشرته، هنا من بعد ما حكيت الحامض والبرتقال السكر سنيده، وهنا عصرت الليمون وعصرت الحامض ديالي. غادي ندوز نخوي كاع هاد المقادير في واحد الاناء. بالنسبه لكميه السكر اللي درت ديال 2 كيسان، فراني درتها لانني غادي نضيف 4 يطرو ديال الماء، يعني 4 يطرو ديال الماء درت فيهم 2 كيسان ديال السكر سنيده. ولكن كيبقى السكر على حسب الذوق، والختوريه ديال العصير حتى هي كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي درت تفاح سنيده، ضفت له عصير البرتقال، عصير الحامض، وغادي نضيف له كذلك المبشور ديال الحامض وديال البرتقال. فاللي كنأكد عليه ان فاش تحكوا الحامض والبرتقال ما تحكوش الجهه البيضاء باش ما يمررش لكم العصير. وغادي ندوز دابا مباشره نبدا نطحن العصير. كما شفتوا كناخذ واحد المغرفه، كنبدا كنوضع الخليط ديالي في مولينكس ونعمر عليه بالماء، ونستمر بهذه الكيفيه حتى نطحن العصير ديالي كله. فهو عصير ما كيطرالو والو في الفريغو، يعني تقدروا تحتفظوا به المده اللي بغيتو، كيبقى عصير زوين في المذاق ديالو. كنطحنوه مزيان وكندوزو نصفيه في واحد الصفايه بحال اللي كتشوفوا، باش الا بقات لينا شي قشره ربما ولا شي حاجه ما تدوش ليا في العصير ونحصل على عصير اللي زوين. وهكا كنكون حصلت على اسهل عصير ممكن لكم تحضروه في وقت قصير، وكيجي تبارك الله بطعم رائع جدا. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنسوش تخليو لي تشجيعاتكم. السلام عليكم.